وازيكم اهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عن موكا في المورا. انتوا مش ملاحظين اي حاجه؟ في لوجو محطوط هنا. اللوجو ده محطوط باستخدام موكا في المورا او الفلتر الجديد اللي موكا في المورا اعلنوا عنه في اخر تحديث، ودوت بيقدر يعمل بيه تراكنج. ديت من الاخر حاجه بتعمل لك تتبع للشيء بطريقه معقده جدا، وتخليك تحط مثلا لوجو، تحط صوره، تحط اي حاجه على اي حاجه وتبقى واقعيه جدا. وبيه كمان تقدر انك انت تعمل استابلايزيشن للفيديو، تقدر انك تشيل حاجه من الفيديو. تحفه حرفيا، اللي هو ايه ده بتاع عظمه. وهوريكم فيديو النهارده ازاي تقدر تستخدمه وازاي تقدر تطبقه على الفيديوهات بتاعتك على برنامج فيلمورا 14. في بدون تأخير يلا بينا نبدأ. وهو فتحنا برنامج فيلمورا. اول ما تفتحه على النسخه 14.8 تعال عند كلمه افكتس عشان تجيب موكا فيلمورا، وهتيجي عند بورس افكتس. تمام، هتلاقي موكا فيلمورا، اسحبه وحطه على الكليب ذات نفسه. اوعى تحطه فوقيه لانه مش هيتحط، اوعى تحطه على الادجستمنت لاير لانه مش هينفع، حطه على الكليب ذات نفسه. اول ما تحطه بقى اضغط عليه ضغطه واحده وهتلاقي اليو اي بالشكل ده. هتلاقي كلمه انسرت، ده اللي انت هتعمله دلوقتي. تلاقي كلمه انسرت، اضغط عليها من الملف اللي هنا وحط مثلا اللوجو. بعد كده افتح لانش موكا يو اي عشان تفتح الواجهه بتاعه موكا في المورا، ويفتح معاك بالشكل ده. ودي هي الواجهه بتاعه موكا في المورا. عندك كل الادوات قدامك وعندك كذا شكل انك تظهر الشكل دوت. عندك كلاسيك ودوت انا افضله. اول ما تفتحه ممكن يبقى على الاسينشال، ما فيهوش اي حاجه ممكن تستخدمها قوي والادوات كتيره ناقصه، فافضل انت ما تستخدمش الاسينشال غير لو انت عايز تعمل حاجات بسيطه قوي قوي قوي. طبعا احنا مش هنعمل تتبع لكل ده، ممكن نعمل حاجه صغيره. يعني نخلينا من هنا نخلي الجزء دوت، فاحنا مش عايزين نعمل كل ده، نحط دوت هنا ونحط الجزئيه دي لهنا كده. لذيذ جدا مع انه يعتبر كتير جدا وانا مش عايز ابين كل ده، ولكن لذيذ وحلو. نيجي بعد كده عند اول فريم احنا عايزين نشتغل عليه. عندك بقى الادوات اللي هنا هي التحديد او الماوس. هنا ده انت تحدد الحاجات اللي انت عايز تعملها، ده بعد ما تتحدد يعني الحاجه. عندك الهاند، لو انت عامل زوم تقدر تتحرك. عندك البن تول العاديه زي البن تول بتاعت الفوتوشوب، وعندك الماجنتيك تول انك ترسم كده اهوت وتقف هنا اهوت فيعمل لك التحديد. ولكن ديت مش بحب ان انا استخدمها قوي دلوقتي، بس ممكن احنا نستخدمها، بس هفضل ان انا استخدم اليدوي اللي هي البن تول العاديه. وعندك البلانر سيرفيس، وديت دايما خليها متفعله لما تيجي تعمل تتبع لانها بتخلي التتبع ادق. وعندك البلانر جريد، ديت تفعلها بعد ما تعمل التحديد لانها بتوريك التحديد اللي انت عامله او التتبع اللي انت عامله موجود فين بالظبط. ولو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، ويلا بينا نكمل. ونعمل بالبن تول. انا عايز اتتبع من اول الياقه دي مثلا عشان شكلها لذيذ، فنعمل كده 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 بالشكل ده. بعد كده هنعمل الجريد ديت عشان يورينا الشكل اللي احنا موجودين فيه، ونعمل برسبكتيف عشان لو انا ملت يمين شمال لورا لقدام الكلام ده يفضل مظبوط. ونعمل المش، وده هيحط لك تحديدات صغيره في كل حته موجود فيها تكسيره صغيره عشان يعمل لك تتبع بيبقى دقيق جدا. ويعمل سلو موشن عشان السمول موشن مش السلو موشن، ودوت عشان يخلي لك الحركه الصغيره يتتبعها مش الحركات الكبيره بس، وده بيبقى ادق اكتر بكتير لو انت الحاجه بتتحرك بالراحه. عامه خلي الاوتو والانجل والكلام ده وبس كده. وبعد كده تيجي تعمل عند تراك فورورد، هيقعد شويه وقت وبعد كده تبقى الدنيا تمام. زي ما انت شايف هو بيعمل لك تراكنج بالجي بي يو. طبعا لو كانت الشاشه عندك اقوى من كده بكتير فهيظبط لك الدنيا كلها. طبعا ممكن يفشل هنا عشان ايديا جت على الحاجه، ولكن انا عامل التحديد الدقيق جامد جدا فممكن ما يفشلش، وعلى حسب يعني ممكن ما يفشلش، مش عارف هيفشل ولا لا، ما اعتقدش. ما فشلش، حلو جدا عشان احنا عملنا ادابتيف كونتراست وشغلنا البرسبكتيف والمش والسمول موشن وكده خليناه دقيق جدا. لكن برضو ده مش هيمنع ان لو الايد جت قدام كل التحديد ده او حاجه جت قدام التحديد ده واختفى فهيبوظ الدنيا، فخلي بالك من النقطه دي. دلوقتي خلصنا الجزء دوت. هنيجي بعد كده عند كلمه insert عشان نحط اللوجو بتاعنا. عندك الانسيرت الباك جراوند كليب هنحدد الانبوت، والانسيرت كليب هنحدد انسيرت لير عشان نحطها على اللير دي، فهتلاقي اللوجو اتحط هنا بالشكل ده. تيجي عند كلمه فيزر هنخلي كل ده
0.1. ممكن تعملهم كوبي بقى كده وبيست في البقية اسرع. احفظ بقى كل اللي انت عملته بسيف ذا بروجكت او كنترول حرف الاس، اعمل سيف وبعد كده اعمل علامة الاكس اقفله، هيبقى معاك بالشكل دوت. لسه طبعا ما اتحطش ودوت لان احنا لسه ما ضفناهوش وما عملناش ريندر. طبعا هو لسه مش ظاهر لان انت لازم تفعل الريندر، احنا كنا حاطينه في الجزء دوت. فهتيجي هنا تيجي عند كلمة موديولار ريندر وتفعل الريندر بالشكل ده. فالمفروض ان هو يظهر دلوقتي، هو في الجزئية دي بالظبط. فلو شغلنا اهو دقيق جدا ومظبوط وتحس ان هو واقعي، ولكن احنا مش محددين البلندنج مود بتاعه كويس. فنيجي عند الريندر تاني ونعمل هنا على سوفت لايت، خلاص بقى واقعي ومظبوط جدا وتمام زي الفل. تقدر تعمل ماب للفيزيبل لاير، كل اللاير تقعد تلعب بقى في الاعدادات اللي موجوده هنا. ده لو عايز تظبطه اكتر شويه، لكن انا شايف ان هو مش محتاج. احنا هنشغل بقى وخلاص. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبك. لو عجبك متنساش تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، حمل برنامج في المورا من الرابط اللي في صندوق الوصف، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.